يا مساء الفل يا شباب. عاملين ايه في المهزلة اللي حصلت ديت والقنوات واللايفات طمنوني عليكم. بص يا باشا بالراحة علشان انا مش هتنرفز ولا هتعصب، انا هكلمك بالراحة. تمام. انت بتلعب بالنار. انت عارف انت بتعمل ايه؟ يا جماعة يا ريت تشيروا الفيديو ده على الفيس، وعايز استفتاء من الكباتن. مين اللي موافقني ومين اللي مش موافقني؟ انت بتلعب بالنار. تمام، هنزل لكم الفيديو ده على الفيس، شيروه. الجروبات ما بترضاش تقبل لما باجي بشير فيديو ليا ما بيقبلوش. تمام، هنزل لكم وههتم لكم بصفحه الفيس، هتاثر على شغلي شويه بس مش مهم. ههتم لكم بصفحه الفيس، وشيروا لي الفيديوهات ديت بالله عليكم لو انتم موافقين الراي. شيروا لي وهحط لكم اللينك بتاع صفحه الفيسبوك. شيروا لي الفيديو ده مهم قوي يا باشا. انت بتلعب بالنار، انت هتخربها علينا كلنا. تمام، طالع لي انت وثلاث اربع كباتن يقول لك الكيلو ب 8 جنيه والكيلو ب 10 جنيه. ماشي، كلامك كله حلو واللايف كله حلو، بعيد عن ان انت قعدت تلعب بالكرسي والكلام ده. ماشي. والراجل تقول له يا باشا على اللايف، مش مشكلتي الكلام ده كله. انا مشكلتي في الموضوع حاجه واحده، انت قلبت علينا الدنيا. انت مش عارف انت بتطلع تقول ايه على القنوات. الكلام كله حلو بس ما عدا نقطتين. اول نقطه انا متفق معاك بيها، والشركات ممكن تعملها بس الزبائن مش هترضى بيها. ان احنا نعرف ان بطاقه الرقم القومي للزبون. تمام. محدش هيرضى بيها، والشركات ممكن تعملها في ثانيه الا ثانيه، بس هتقلبها لك زي بره وهتقلب لك المشاوير كلها فيزا. تمام. عشان تعرف مين اللي راكب معاك، ما هو الفيزا بتعرف مين اللي راكب معاك من الفيزا. تمام. الحاجه الثانيه والاهم، انت طالع بتقول قانون 87 ل 2018 على عيني وعلى راسي. انت عارف القانون ده بيقول ايه؟ ولا انت لقيت انه قانون بيظبط العلاقه والدوله هتبقى مشرفه والكلام ده؟ طيب الدوله لما هتبقى مشرفه، انت عارف القانون ده الاول بيقول ايه؟ تمام. بيقول ان انا هدفع 14% قيمه مضافه، وهدفع نسبه من الارباح بتاعتي. تمام. 14% بدايتها، وهنقول مثلا 14 زيهم، او هنقول 10% من ارباحي، ادي 25%. وبتقول ان احنا عايزين الكيلو ب 10 جنيه. حلو. دي 25%. هو انت فاكر نسبة الشركة هتنزل ل 5%؟ عمرها ما تنزل. لو اقل من 15% الشركات تخسر، لان الشركات عندها اولا سيرفرات بتغير هاردات والكلام ده ومصاريف كبيرة انت ما تفهمش عنها حاجة. تمام. انت فاكر ان احنا بنرفع الورق؟ حبيبي ده في داتا كاملة وسيرفرات. تمام. وهاردات بتتغير كل 3 5 سنين بمليارات. تمام. انت فاكر ابلكيشن والموضوع سهل؟ لا مش سهل. تمام. وعندك عروض ترويجيه للزباين عشان انت تلاقي زبون يركب معاك. تمام. رقم اتنين، هو انت فاكر الدعايه اللي على اليوفط واللي على الاتوبيسات واللي على والفضائيات والدعايه دي كلها ببلاش؟ ما هي دي بملايين. هو انت فاكر لما بتيجي بتروج اعلان بتدفع لك 500 جنيه ولا 1000 جنيه؟ الناس دي بتدفع بالملايين. تمام. لو الوضع اتقنن انت 25%، تمام، هيتاخدوا منك. والشركه عمرها ما هتنزل عن 20%، اذا ما كانتش 25%. حبيبي انت عارف، انت كل شويه تقول لي مش عارف فين بره ومش عارف فين جوه ومش عارف فين ايه. انت عارف في امريكا بياخدوا من 60 ل 70% من الكابتن. هنقول يا سيدي هنا اولا الحكومه ضغطت على الشركات والشركات هددت ان هي تمشي من مصر. تمام. طيب اعتبر ان الشركات مشيت، انت خربت الدنيا والناس هترجع تاني للتاكس. ماشي، انا ما عنديش مشكله الناس تشتغل، بس التاكسي موقوف ترخيصه من زمان. وعدد التاكسيات هترجع النمر تاني ب50,000 جنيه و80,000 جنيه و100,000 جنيه. تمام. وبالله عليكم ما تخلوا ما يعني سواقين التاكسي تهدى شويه. تمام. اولا ماشي حلو الكلام ده، الشركات لو مشيت هتخربها علينا كلنا. الشركات لو خضعت للقانون، تمام، انت ما بتعرفش تاخد الكيلو ب 10 جنيه يبقى انت ما بتعرفش تشتغل او ما بتهداش على رزقك. تمام. لكن انا باخد الكيلو ب 10 جنيه من شهر 3 اللي فات، ومش معنى كده ان الشركات حلوه. الشركات زي الزفت، ولا تزعلوا نفسكم. وبفضل قاعد بالثلاث ساعات عقبال ما بلاقي لي اوردرين ثلاثه. فاهم؟ بس الدنيا بتتلم في اخر اليوم. ادي كده في 45%، نقول 40%.
تمام، هتضاف على سعر الكيلو ابو 10 جنيه اللي انت بتطالب بيه. حلو، انا نفسي الكيلوات كلها تبقى ب 10 جنيه، بس انت بتطالب الكيلو ابو 10 جنيه وفي 40% ادي 14 جنيه. طب ما هو كده سعرنا بقى زي سعر التاكس. والكلام دوت لو الشركه، تمام، ده غير ان ممكن الحكومه تقول لك لازم رخصه مهنيه. تمام، ده غير ان الشركه لو وافقت اساسا بال 15% ولا بال 20%، فانت سعرك هيبقى اعلى من التاكس. زمان كنا اعلى من التاكس، بس دلوقتي انت في حاجه اسمها تنافسيه، هتخسر السوق وهيبقى كميه العربيات كتير. تمام، انا كل ده بكلمك في احسن حاجه ان الشركه سمعت كلامك او الدوله اتدخلت وسمعت كلامك. تمام، ادي اول سيناريو. كيلو هيبقى واقف على الزبون ب 15 جنيه. طب ما التاكس ارخص. ممكن نشتغل شويه في الحر، ممكن نشتغل شويه في التجمعات، في الكلام ده، في اكتوبر، في كده. تمام، ادي اول نقطه، اول سيناريو اهو، الشركات وافقت والحكومه اتدخلت وكده. طيب انت عارف كام واحد واخد بلوك في مصر؟ انت عارف كام واحد دخل لي على الخاص واخد بلوك؟ وبيبقى واخد بلوك ظلم او حاجه مش فاهمها او عمل حركه عبيطه في البرنامج. تمام، وانت هتقاضي مين حبيبي؟ في امريكا نفسهم مقاضيينها ومش عارفين ياخدوا معاها حق ولا باطل. هتقاضي مين؟ انت فاكر ان انت لما هتقاضي ده، انت لما بتبقى ماسك وصل امانه على حد علشان اساسا تاخد حقك منه بتقعد بال3 سنين. تمام، ادي ايه؟ لو قلنا الشركات وافقت، خلي بالك هتخسر البونص وهتخسر الجرانتي وهتخسر الكلام ده، لان الشركات ما بقتش تكسب. تمام، رغم ان الشركه عمرها ما هتسمح بكده. وممكن تلعب لك لعبه تانية ان هي تقلب لك المشاوير كلها فيزا زي بره، وما تعرفش الشركه بتحاسب الزبون على كام، وبتقول لك هو ده مش عايز الكيلو ب 10 جنيه خد. تمام، ادي اول سيناريو، احسن سيناريو. تمام، اللي هو القانون انا موافقك في كل حاجه ما عدا القانون ده. تمام. انت عارف كم واحد هيخسر شغله؟ واحد مثلا طالع له يومين بيزود دخل، طالب بيصرف على نفسه، يطلع له ساعتين ثلاثه بعد الجامعه. واحد معدي ال60 سنه او 50 سنه طالع على المعاش، المعاش ما بيجيبلوش مصاريف، ما بيجيبلوش حاجه يعني، فبيطلع يزق ساعتين ثلاثه عشان الدنيا تمشي معاه، عشان اوضاع البلد انت عارف. تمام. واحد تالت واخد مشواره وهو رايح وهو جاي. واحد رابع بيستعر من شغلانه اوبر. الكباتن اللي شغلانتها اساسيه هتفرح بالكلام ده، بس انت بتقطع رزق ناس كتير. الاربعه دولت، اقول لك على حاجه، الاربعه دول هم اللي مقومين الشغلانه. ازاي؟ مش على الكيلومترات والخطف والكلام ده، مقومينها ان الاربعه دول انضف فئه في الكباتن. تمام، لو قلنا الاربعه دولت يعني ايه، 90% منهم انضف فئه من الكباتن، اللي هو بيبقى لابس شيك وحضرتك يا فندم، وبيبقى عربيته نظيفه ومظبط عربيته، وبيبقى شاب او راجل كبير او كده، عربيه من الشغل. تمام، وتكييفه شغال وريحه عربيته نظيفه وعربيته مش مخبطه وكده. عشان انت عندك فئه كبيره، مع احترامي لسواقين التاكس، انت عندك فئه كبيره من سواقين التاكس دخلوا في الشغلانه، وعندك فئه كبيره من الناس اللي مش كويسه، تمام، دخلت الشغلانه. تمام، فالزبون لما يركب مع واحد يقول له يا باشا، واخد بالك؟ الزبون هربان من التاكس عشان يلاقي خدمه اوبر بتاعت زمان، يا فندم، وباكل مناديل ورا وازاز الماء المعدنيه وبونبوني. انا دايما كان بيبقى معايا كيس بونبوني اساسا في العربيه. فاهم؟ فخلاص بقى عشان الاسعار استهبلت والكلام ده بطلنا نعمل الكلام ده، بس لغايه دلوقتي ايه، لسه التكييف شغال، العربيات نظيفه نوعا ما، المناديل موجوده، الكلام ده. فاهم؟ فانت لو خسرت دول الشغلانه باظت. خلاص الزبون هيربط ان خلاص ده بقى سواق تاكس. الزبون عايز برستيج شويه، حتى لو دفع زياده ماشي، بس انت كده هتخسر سكه 60% من الزباين على كميه العربيات دي كلها. انت كده خربت الشغلانه. ده لو الشركه وافقت ولو الاسعار اتظبطت. تمام، انا بكلمك ايه، انا ولا مع الشركه ولا ضدها ولا ضدك، سوري. فاهم؟ ادي اول سيناريو، احسن سيناريو، انت قلبت علينا الموضوع. طيب هنقول الشركه رفضت والحكومه اتدخلت، اللي هي الدوله يعني، والشركه، لان انت قلبت الدنيا راي عام وفضائيات وبتاع. هنقول الشركه رفضت زي ما رفضت من كام شهر، فاكر؟ وهددت ان هي تخرج، رفضت. طب الحكومه هتفضل ساكته؟ هتقول لك نفس اللي اتقال في القانون، 6 شهور، وبعد ال6 شهور هتنزل علينا كماشات بطريقه وحشه،
وناس كتير عربيتها هيتخرب بيوتها. تمام. الحكومه الشركات رفضت وهددت والحكومه سكتت. انت ليه داخل تاني تقوم الدنيا؟ الحكومه سكتت. هو انت فاكر الحكومه مش لو عايزه تنفذ القانون اجباري مش هتنفذه؟ ما هتنفذه. بس الحكومه سكتت علشان خاطر احنا في فئه كبيره مننا عليها اقساط. تمام. في احنا على حسب كلامك، انا ما بصيتش وراك، بس انت بتقول ايه مليون كابتن. تمام. واحنا اكتر من كده بكتير، بس هنقول مليون. المليون دولت لو اتسرحوا، تمام، هيروحوا فين؟ فين المشاغل اللي تديك 10 و15 الف جنيه في الشهر؟ فين؟ تمام. انا واحد اهو بقى لي 10 سنين لازق في الشغلانه دي عشان خاطر كل ما اروح شغلانه تانية الاقيها استعباد ليك مدير وما بتقبضش كويس. فاهم؟ ويقول لك دقنك تولد، دقنك قصرت، شعرك تول. تمام. البس يونيفورم بتاع. فاهم؟ فانت هتخرب على الناس. طيب الشركه لو رفضت وهنقول يا سيدي ايه هي ممكن تخرج، يبقى انت خربتها. طب لو ما خرجتش الدوله هتخش هتعمل علينا كماشات زي ما عملت قبل كده. فاكر؟ وكان ميدان التحرير، كان اي حد يخش ميدان التحرير. وانت كل ده بتحرب على مشوار المطار. ان انت هو في حد بيكلمنا غير جوه المطار؟ ما حدش بيكلمنا غير جوه المطار، وانت قلتها بلسانك. انت قلتها بلسانك. بيكلمونا في المطار عشان الكباتن بتبقى واقفه مخالف. تمام. وفي كباتن اللي انا بقول لك عليهم الوحشين، تمام، بيدخلوا يعملوا ايه دربكه في المطار. انت داخل تنافس عربيات السياحه اللي بتدفع ملايين كل شهر او ولا كل سنه. تمام. انت فاهم انت بتنافس مين في المطار؟ هو انت فاكر اساسا لو اتقننا الحكومه هتسمح لك اساسا ان انت تحمل واحد اجنبي من المطار؟ انت ممنوع اساسا عربيه ملاكي تحمل اجانب، لازم عربيه سياحه. فاهم؟ طب انت غيرت، انت قننتنا، هتغير القانون التاني ده عشان انت باصص لمشوار المطار؟ ما حدش بيكلمنا غير في المطار يا حبيبي. والمطار انا بخش وبطلع ملاكي، بس ما اقدرش اقول للناس ان انا بعرف اتعامل. تمام. ما اقدرش اقول للناس خشوا المطار. بس مشوار المطار ما يتدخلش اقل من 500 جنيه، ده لو انت من شيراتون او مصر الجديده. انت عايز تخش ب 100 جنيه من وسط البلد ولا ب 200 جنيه من وسط البلد؟ انا يوم ما خدت اوردر، تمام، من وسط البلد وكانوا اجانب، واخدته بره البرنامج ب 1000 جنيه من وسط البلد لغايه المطار، بس كانوا امريكان. وهي قالت لي لا 500 ومش عارف ايه. قلت لها خلاص اطلبي اوبر. راحت قايله لي طب تعالى وانزل لكم السكرين، لو لقيتها بتاعت الواتس انزل لكم السكرين هنا. تمام. ب 1000 جنيه. قلت لها $20. تمام. ف وده ولا استغلال ولا حاجه، ده عرض وطلب، لان انا مش هدخل مطار اقل من كده. وهي وافقت. انا قلت لها خلاص براحتك اطلبي اوبر. فاهم؟ وعرفتها ان اوبر ما حدش هيوافق، وقعدت ربع ساعه تطلب ما حدش راضي يوافق. تمام. لغايه ما قالت لي خلاص تعالى، واتاخرت عن طيارتها ربع ساعه. هي اللي اتصلت بيا، مش انا اللي لحيت عليها، عشان ما حدش يقول لي برضه ايه ده استغلال ولا مش استغلال. انا مشواري كذا تفاوضي. تمام. بس مش عايزه براحتك. فانت كل ده عشان باصص لمشوار مطار. ادي مشوار المطار بايظ اساسا عشان في قانون تاني بيقول لك ممنوع تركب غير المصريين. ما تركبش اجانب غير في العربيات السياحه. تمام. هنقول يا سيدي الشركه ما مشيتش، الحكومه هتنزل هتحط علينا. طب انت ليه؟ ليه يا ولدي؟ انا بحاول اهدي نفسي علشان الهبل اللي حصل. تمام. على النت طالع لي بثلاث اربع كباتن مع احترامي الكامل ليهم، بيقول لك الناس خايفه من تحليل المخدرات. حبيبي ما احنا بنحلل المخدرات اساسا لاوبر والاندرايف والديدي. تمام. احنا كده كده بنعمل تحليل مخدرات. ممكن الابلكيشن في اي وقت يطلب تحليل مخدرات، وكده كده بنعمل فيش. فخايفين من ايه؟ اللي بيقول لك ايه اللي مش موافق عن القانون ده. تمام. ويا جدع كل اللي طلعوا معاك موافقين ما شاء الله عليك. امال الكومنتات اللي كانت رافضه عندك دي ايه؟ تمام. بيقول لك خايف من تحليل مخدرات او خايف او خايف. وتيجي تقول عربيات 95. انت مالك بالعربيات ال 95؟ الناس على قد رزقها. الناس معهوش غير 100,000 جنيه يجيب له عربيه، والمعيشه غاليه عليه، او معاه عربيه قديمه عايز يطلع يشتغل. تمام. مش معنى كده ان هو يخطف. ما انا طلعت لك عملت حلقه كامله بعربيه شاهين 95 واخدت لك الكيلو ب 9 جنيه حاجه و60 قرش
على اندرايف، هحط لكم السكرين اهو، وعامل 1600 جنيه بشاهين، فاهم؟ وصفت معايا 9 جنيه وربع على عداد العربيه، فاهم؟ وعامل حلقه كامله عن موضوع الشاهين ده، وبحاول اوعي الناس مالكش دعوه بالعربيه، اهم حاجه الكابتن مش العربيه. حتى بتاع الكنزه طلع اتريق عليا وقال لك الدوجلاس ومش الدوجلاس. تمام؟ مش عارف انتوا محروقين مني ليه، بس المهم يعني خلينا في موضوعنا. انت كده خسرت قيمه تنافسيه كبيره. تمام؟ طيب نعتبر ان ال 40% ان انا حسبتي غلط رغم ان ده كلام القانون. نعتبر ان احنا اتحط علينا 15000 جنيه. انت كده طلعت فئه كبيره، بوظت الشغلانه. الزبون خلاص هيطلب، هيلاقي سوري في اللفظ يعني، دي بلغه السوق. تمام؟ في سواقين تاكسي كتير محترمين واصحابي، تمام، وفي كميه الاحترام وعربياتهم نظيفه وزيرو. تمام؟ وواحد صاحبي معاه عربيه بي واي دي 2023 وزيرو ومشغل التكييف وكل حاجه وبيشتغل بالعداد وكله. بس هيقول لك طب انا هطلب اوبر ليه؟ ما اللي هيجي لي سواق تاكسي. خلاص الفئه النظيفه اللي هو كان كل 3 4 كباتن بيجي له واحد محترم او واحد كويس في التعامل. معنى كلمه كويس اللي انا اقصدها ايه؟ حضرتك اتفضل هنا، تمام. تمام؟ لما يركب اجنبي تقول له هاف جود نايت بتاع في، فاهم؟ لما الاجانب، اولا انت هتبقى سمعه وحشه لمصر مع الاجانب. ده بره المطار اللي انت قاعد تحرب عشان المطار. انا باخد زباين من وسط البلد ومن الازهر ومن التوفيق ومن اسمه ايه ده، من باب النصر، تمام، اللي هي الجماليه، من بره، تمام، قدام المرور ومحدش بيكلمني. الحكومه سايبانا، انت ليه قاعد تلعب بالنار؟ انت بتلعب مع شركه، مع شركات هددت ان هي تخرج، وبتلعب مع حكومه مش هينفع يطلع منظرها وحش لو اتدخلت. هو كده كده محدش هيتدخل، بس انت قلبت علينا ايه الفضائيات ليه والقنوات ليه؟ اتكلم يا عم. الاتنين الكباتن اللي طلعوا معاك، تمام، محدش قال عن القانون. انت ليه طالع تتكلم في القانون ده؟ انت عايز تدفعني 40% من رزقي ضرايب عشان نتقنن؟ ما احنا كده كده بندفع، ومفيش حاجه اسمها 5%. اكتر حاجه بينت لي انك مش فاهم انت بتقول ايه حته ال 5% بتاعت اوبر. حبيبي لو نزلت ل 15% الشركات هتمشي. يعني لو الحكومه اصرت ان نسبتها تنزل ل 15% مش 5% زي ما انت قلت، الشركات هتمشي لان هتبقى بخساره. الشركات عليهم مصاريف كتير. تمام؟ هتقول لي لا، ما يشيلوا البونص ويشيلوا الريت ويشيلوا. ماشي، شيلنا ده كله. طب ايه حلاوه الشغلانه اساسا في البونص والريت؟ تمام؟ هيشيلوا ده كله. واوبر ابتدت تعند معانا وشالت البوستات، والبونص ابتدت تنزله. بسبب ايه؟ ما هو بسببك. فاهم؟ لو اوبر بس مشيت، اوبر بس مشيت، تمام، الشركتين التانيين احنا هنبقى تحت رحمتهم. رغم ان التلاته هيمشوا، ولا تزعل نفسك. الحل ان في شركه مصريه تطلع تبقى مقننه وكده. بس لو قلنا ال 40% الحكومه مش هتعملها، رغم ان ده نص القانون. لسه القانون النصوص بتاعته مش واضحه قوي، بس هنقول اللي اتذكر في القانون اللي هو القيمه المضافه اللي هي 14% ونسبه من الارباح بتاعتي. تمام؟ والشركه. تمام؟ هنقول يا سيدي الاثنين دولت هيتشالوا وهيبقى 15000 جنيه. حبيبي بص على سواقين التاكس، 70% منهم، ومنهم ناس اصحابي، انا ما بجيبش كلام، انا اساسا معظم اصحابي سواقين تاكسي. تمام؟ 70% منهم بيروح ياخد تصريح 3 شهور، ويفضل الثلاث شهور دولت يحوش في ال 15000 جنيه، ويقعد له اسبوع، تمام، عقبال ما يرخص عربيته. انا واحد صاحبي لسه مرخص عربيته، جه بعد كام شهر بيقول لي ده رايح اخد 3 شهور. قلت له انت لحقت؟ قال لي اه يا عم، ال 8 شهور عدوا في ثانيه. فاهم؟ 70% من التاكسيات ما بتدخلش المطار. ليه؟ عشان رخصتها منتهيه. طب يا سيدي اتقننا، هي العربيات كلها نظيفه، انت كده كده هتخش المطار كملاكي. تمام؟ عندك شرخ في الازاز، عندك خبطه صغيره. 60% من العربيات اللي شغاله كلها، تمام، اذا ما كانش اكتر، عربيته مش خاليه من خبطه او كسر في الازاز او اي مخالفه. تمام؟ وديك بتشوف العربيات المشنشه اللي في الشارع. فمشوار المطار اللي انت بتحرب عليه وخايف منه، ادي كمان راح. ادي راح بثلاث طرق، مش بطريقه واحده. العربيه، وما ينفعش تحمل اجانب. هتقول لي ما انا ممكن اخد مصريين، اقول لك حلو.
و... والمشاوير بخساره اساسا. فاهم؟ انا عن نفسي وقت كنت بخش المطار وباخد اوردرات حلوه من هناك عشان كنت اعمل علاقات مع زباين اجانب، بطلت اعملها، بقيت اشتغل في وسط البلد. تمام؟ ليه؟ لان معظم، شفت انت الفيلم بتاع التاكسي ده، يوم ما يجي الدور عليا يجي لي واحد مصري، انا عايز واحد عربي واحد اجنبي بتاع. تمام؟ اللي هو الفيلم القديم ده. فانت بلاش القانون ده، هو كده كده مش هيتطبق ولا الدوله هتتدخل ولا بتاع. تمام؟ بس بلاش تتكلم في القانون ده تاني. واللي موافقني في الرأي يكتب في الكومنتات، اللي مش موافقني في الرأي تمام ماشي قول لي انا مش موافقك في الرأي. تمام؟ انت عايزني اروح اعمل رخصة مهنية، رخصة سواقة مهنية؟ ليه؟ ليه تخليني اروح اعمل رخصة سواقة مهنية وكوميسيون وتأمينات ليه اللفة دي؟ عايزني قبل ما اسافر اسكندرية تقول لي اروح اخد تصريح؟ باشا التاكسيات كلها باعت نمرها بسبب الضرايب، انت عايز تحط علينا ضرايب؟ يا عم اقول لك على حاجه بسيطه، انت سواق تاكس مالك بينا؟ انت راجل معاك رخصه مهنيه وزعلان من اوبر، ما تروح يا عم تركب تاكسي وتريحنا منك. لا، انت حتى نزلت على التاكسي ما عرفتش تشتغل، ما تسيبنا يا عم في حالنا. الاتنين الكباتن القدام اللي اقدم منك اللي كانوا قاعدين معاك محدش جاب سيره القانون، لان عارف ان القانون ده خراب بيوت. انا ما عنديش مشكله ادفع ضرايب وادفع كل حاجه، لان انا كده كده بدفعها اساسا في الابلكيشن. جاي بيقول لك انت بتدفع لك 50,000 جنيه في السنه عشان حبيبي دي نسبه الشركه. انت ليه مدخل المواضيع في بعض؟ نسبه الشركه حاجه والضرايب حاجه. حبيبي في امريكا بياخدوا 70%، وفي الدوله اللي انت بتقول عليها هتلاقيهم واخدين اكتر من 50%. تامينات ومش عارف ايه، وتامين على الحوادث ومش عارف ايه. مين قال لك ان الدول كلها؟ هي الدوله الوحيده اللي صعبك فيها هتلاقي بس عشان الدوله اجبرت يبقى في تامين على العربيه والكلام ده. مين قال لك ان في امريكا الام بتاعت الشغلانه دي ان يبقى تامين على العربيه لو انت شغال؟ مين قال لك كده؟ تمام؟ مين قال لك كده؟ ما هو كله بيبقى لازم. على فكره في امريكا لما الدول بقى اللي بره اللي انت بتتكلم فيها، انا بكلمك بقى بالام بتاعتها. في امريكا عشان تثبت عربيتك في اوبر لازم يبقى عليها تامين. وهو كده كده ما ينفعش تمشي بعربيه في امريكا من غير تامين. تمام؟ بس لازم تحط التامين دوت في الابلكيشن. يعني شرط من شروطه ان يبقى عندك تامين على السياره، على العربيه. فانت ليه بتعمل كده؟ انا مش عارف. انت عايز تخربها على الناس؟ طيب انا بالنسبه لي لو الشركات دي كلها قفلت في داهيه. انا معايا زباين خاصه هتغنيني عن البرنامج، وانا اساسا ما بنزلش اشتغل كتير على البرنامج غير لما بيبقى في وقت يعني ممكن مثلا ايه في الاسبوع انزل اشتغل لي 3 4 ايام، ده يوم ما اقول اشتغلت. وممكن اسبوع كله بالتليفونات. تمام؟ انا لو الشركات دي كلها قفلت مش فارقه معايا. في ناس عليها اقساط ليه؟ في ناس بتساعد نفسها علشان المعيشه، انت طالع تخرب على الناس. وفي ناس اساسا مستعريه من شغل، واخداها الشغلانه الاساسيه او مستعريه اساسا من، عشان احنا عالم طبقي شويه. تمام؟ مستعريه ان هي تقول ان هي كابتن اوبر عشان الناس دي خساره نخسرها في الشغلانه. هي دي اللي مقومه الشغلانه، هي دي اللي مخليها الزبون يطيق يطلب على اوبر او على اندرايف او على ديدي او على اي عفريت ازرق. وقبل ما انهي الفيديو عايز اسالك سؤال بقى يا باشا. انت طالع بتقول الشركه هتاخد 5%، عمرها ما هتحصل، ده اولا. ثانيا انت بتقول 7 جنيه ونص و8 جنيه ونص و9 جنيه. اقول لك على حاجه، لو ب 10 جنيه كيلو، لو الشركه ادتنا الكيلو صافي ب 10 جنيه، انت عارف معنى الكلام ده هيوصل على الزبون كام؟ طيب يا سيدي اقول لك على حاجه، نعتبر ان احنا خدنا الكيلو ب 10 جنيه. طيب ما هو القانون هياخد مننا 25% على الاقل، ده لو ب 10 جنيه. تخيل بقى لو ب 8 جنيه ونص زي ما الناس ما بتقول وانت طلعت قلت. تمام؟ يعني كيلو هيصفي لك 6 جنيه برضه. بس كل اللي عملته انت عايز ريتش وبتاع ومش فاهم انت بتقول ايه. تمام؟ ولا فاهم حاجه في الشغلانه. انا دلوقتي لما الكيلو يجي لي 8 جنيه ونص والحكومه تاخد مني 25 او 30%، يعني يا جدع قول 10 جنيه، نعتبر 10 جنيه. معنى كده ان الكيلو هيصفي معايا انا 7 جنيه اخر اليوم بعد ما المصاريف اللي انت ضفتها عليا.
فاهم؟ ما انت كده بتضيف عليا مصاريف تشغيل اكتر. انت مش فاهم بتقول ايه. والشركه ايه اللي تاخد 5%؟ حبيبي 5% دي ما تكفيش ايجارها في الجامعه الامريكيه المقر بتاعها. تمام. وقواضي ايه اللي هنرفعها على الشركه؟ حبيبي في امريكا نفسها ما بيرفعوش قواضي. لما بيجوا يرفعوا قواضي يعني ما بياخدوش حق ولا باطل، وبتقعد بالثلاث اربع سنين عقبال ما ياخدوا حقهم. تمام. انت مش فاهم، انت دخلت تخربها علينا. تمام. انت راجل معاك رخصه مهنيه، روح بالله عليك اشتغل في التاكس. طالما ما الشغلانه مش عاجباك روح اشتغل في التاكس. انا ما بدافعش عن الشركات، بس برضو انت كده بتخرب الدنيا. انا قلت لك 3 سيناريوهات. احسن سيناريو الكيلو هيقف عليا برضو ب7 جنيه، وساعتها هيبقى غصب عني. مش ساعتها مش هيبقى في عرض وطلب، ومش هلاقي خالص الكيلو ابو 10 جنيه اللي انا بقبله. تمام. او الكباتن الفهمانه بتقبله. او مش هلاقي كيلو. تمام. ب 12 جنيه و15 جنيه زي ما بتيجي غلطات كده من الشركه، وساعات الكيلو بيعدي ال 20 جنيه، وساعات يجي لك مشوار 30 كيلو ب 305. وحصلت معايا. وادخلوا شوفوا فيديوهاتي كلها الكيلو بيصفي تحت البيت 10 جنيه. خشوا شوفوا فيديوهاتي على اليوتيوب. مش عايز براحتك، انا ما بعملش دعايه لنفسي، بس انا بوري الناس تشتغل ازاي. الكيلو ب 10 جنيه وب 12 جنيه موجود. انت بقى طالع مش عارف تاخد الكيلو ب 12 جنيه، اقعد في حته او روح اشتري لك تاكسي وريحنا منك. انت داخل تخربها علينا وتزود علينا مصاريف. تمام. عشان التاكسي يشتغل. تمام. لان انت ولائك الاول والاخير لسواقين التاكسي، مع احترامي ليهم. تمام. انا نفسي الاسعار تتظبط علشان تتظبط كمان على التاكس. ما انا لما الناس اللي بتدخل تهاجم من سواقين التاكس، حبيبي انت لما بتهاجمني انا نفسي اظبط الاسعار علشان الزبون ما يركبش اوبر. تمام. ويبدي اوبر عن التاكس عشان سعره. فاهم؟ عشان الزبون لما يجي يوقفك ما يقولكش برنامج اوبر اهو جايب لي كذا. بتحصل مع ناس صحابي كتير سواقين تاكسي، ويجوا يتصلوا بيا ويقول لي انتوا خربتوا الشغلانه وكده. بس ناس صحابي، انا معظم صحابي في يجي 30 40% من صحابي سواقين تاكس، وناس محترمه جدا واتشرف بيها، وهم اللي علموني الشغلانه. تمام. فانت بتخربها علينا لصالح التاكس، ولا انت داخل مش فاهم ايه بتقول ايه وعايز ريتش؟ وانا واثق ان انت مش فاهم بتقول ايه وعايز ريتش. تمام. لان انت قاعد تخبط في اي حاجه، شويه تقول الكيلو ب 10 جنيه، وشويه تقول الكيلو ب 8 جنيه، وشويه تقول الكيلو ب 7 ونص، وشويه بتقول اي سعر في اي حاجه واديله. انا واثق انك مش فاهم، بس انت قلبت الدنيا علينا. ويا كباتن قولوا لي في الكومنتات انتوا ايه رايكم في الكلام ده؟ انا بتكلم صح ولا غلط؟ انا قلت لك 3 سيناريوهات، اختار انت بقى اي سيناريو، وشوف لو عندك راي تاني قوله لي. تمام. انا رايي الشغلانه دي مش هتتظبط يا باشا، احنا اللي نضغط على الشركات. هتدخل الحكومه ساعتها لما الحكومه تقرر لك الكيلو ب 9 جنيه مثلا او ب 10 جنيه على حسب كلامك. تمام. وتاخد مني 25% او 30%. تمام. طب الحكومه لما تقر الكيلو ب 10 جنيه هتقره ليا ولا للشركه؟ نعتبر احسن حاجه ان هي اقرت الكيلو ب 10 جنيه ليا انا. تمام. نعتبر ان الحكومه اقرت الكيلو ب 10 جنيه ليا انا. حلو. ما هو في 25% انت ضفتهم علينا، وفي بهدله مرور، وفي ترخيص كل سنه ليه؟ يعني برضو الكيلو هيصفي 7 جنيه ولا 7 جنيه ونص، 8 جنيه يوم ما يتمعظم، وساعتها مش هيبقى فيه الاوردرات الغلطه. الاوردرات الغلطه اللي هي بتظبط لنا اليوم، ولا بونص اللي احنا بنتسند عليه شويه. ليه؟ لما الكيلو يصفي معايا 7 جنيه طول اليوم يبقى انا كده بخساره. انت نفسك قايل طالع وبتقول الكيلو ب 8 جنيه مصاريفه. فاهم؟ فكده تبقى بخساره علينا. انت طالع تخرب الدنيا ومش فاهم بتقول ايه. بالله عليك اسكت. بالله عليك، بالله عليك هتخربها علينا. تمام. وانت مش فاهم. واحلى مسا عليكم. وقولوا لي ايه رايكم بقى في الكلام دوت في الكومنتات. انتوا موافقين الراي ولا لا؟ السلام عليكم.